ما حصل أمس لمنتخب الناشئين مهزلة. أمس كان آخر مباراة ودية للمنتخب مع نادي وحدة صنعاء. طبعا المباراة كانت في نادي الظرافي، وصلوا الجميع إلى نادي الظرافي ومستعدين بس تنطلق صافرة الحكم ويلعبوا. فجأة ينسحب نادي وحدة صنعاء ويمشي والمنتخب لحاله. طيب ما هي الأسباب؟ ما هي كذا؟ حسب ما تداولها الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا أن السبب الرئيسي رئيس نادي وحدة صنعاء، قال لازم تجوا وتلعبوا في نادي الوحدة. طيب قد الناس كلهم في نادي الظرافي، كان نادي الظرافي مش جاهز، تعالوا العبوا في نادي الوحدة. رفضوا، قال خلاص انسحبوا. شفتوا على تصرف غريب، تصرف غريب. هذا منتخب بلدك، العب معه في أي مكان، في أي مكان العب معه. والله العظيم هذه تصرفات قبيحة وأمر محزن جدا أن يحصل هذا مع منتخبنا. المهم هذا الخبر العجيب والغريب، وللأمانة إذا كان هذا الخبر صحيح وما تم تداول أنه رئيس نادي وحدة صنعاء هو السبب، في يتحمل المسؤولية ويجب أن يكون هناك رد عليه ويجب أن يكون في إجراءات. أما هذه المهزلة والاستهزاء بالمنتخبات هذه ما نقبلهاش. تحياتي.